ما تيجي اقول لك ليه تشتري مخده الرضاعه. تعالي كده بالراحه عشان لسه بتجيلي اسئله لحد دلوقتي. يا شيخ هو بجد ضروري؟ شيخ هو بجد احنا لازم نشتريها؟ شيخ انا مش في امكانياتي ان انا اشتريها. طب شيخ انا هحوش لها مخصوص. شيخ انا داخله لها جمعيه مخصوص. موضوع الجمعيه ده ضحكني جدا، بس فعلا انا عارفه ان الدنيا بقت غاليه جدا والموضوع بقى صعب، انا عارفه ده، بس خليني اقول لك بجد ليه مخده الرضاعه ضروريه. وفي ناس بتعرف تستغنى عنها عادي، هو مش شرط يعني، بس انا بقول لك حاجه عشان راحتك قدام. ممكن تستخدميها دلوقتي تدفعي فيها فلوس وتريحك قدام من الادويه اللي هتاخديها. ايوه زي ما سمعتي كده، الادويه اللي هتاخديها. انا ظهري اتقطم، يعني انا ولدت شموسه ما كانتش مخده الرضاعه دي جاهزه لسه، انا عملتها من كتر ما انا دورت عليها ولقيت الاحجام بجد في السوق مش حلوه خالص والكواليتي مش حلو، فقررت انا اعملها. يعني انا ما خلفتش شموسه وكان عندي مخده رضاعه، لا خالص، انا عملتها مخصوص بعد كده. خليني اقول لك ليه تشتري مخده الرضاعه. مبدئيا من وانت حامل يا غاليه، مش هقول لك بقى بعد ما تولدي ترضعي، لا 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 لا. يعني انت لو جبتيها في اول بيبي وفاكره ان انت كده خلاص، لا، هتستخدميها في تاني بيبي، تستخدميها في ظهرك. بصي يعني وانت قاعده على السرير، الله، ظهرك من تحت، شايفه من هنا، حاسه ان انت ايه، قاعده مرتاحه. طيب لو انت بقى اوريدي نايمه خلاص وظهرك مرتاح من ورا، انت قاعده كده رافعه ايدك عليها، قاعده ماسكه التليفون مرتاحه، حتى يا ستي لو هتحطي حاجه سخنه تشربيها، لو هتحطي طبق تنقنقي فيه، فهي مش هتاخد حيز، وفي نفس الوقت هي بجد ليها استخدامات كتير جدا. طب خلاص ربنا قومك بالسلامه والنونه كتموتو وصلت، هتعملي ايه؟ هترضعي عليه لان ده اصلا استخدامها. بس مش بس كده، انت دلوقتي دخلتي تاخدي شاور او دخلتي تنظفي البيت او هتعملي اي نوع من انواع ان انت تقومي وتسيبي العيل الرضيع لوحده، هتسيبيه لوحده كده على السرير؟ نو، تحميه هنا في النص، ودول قادرين يحموه، يتقلب كده يتقلب كده، مامي مش هيقع، بس انت في امان والبيبي في امان. بدا بسم الله ما شاء الله شويه يشد حيله، هنعلمه ازاي يرفع راسه من على الارض، من احنا نسيب المخده كده على الارض ونحط البيبي هنا يرفع رقبته. علمتيه ازاي يرفع رقبته بطريقه امنه، وفي نفس الوقت بتسرعي فكره الحبي. يعني حبيبتي دي مالتي فانكشن، دي احنا مش بنضحك عليكي يا مامي، بتاخدي حاجه غسيل ولبس. الموضوع ده يعني ما علينا. طيب خلاص خلصتي من موضوع ان هو الحمد لله بسم الله ما شاء الله الكوتو موتو بقى في امان وعارف ازاي يرفع راسه، بدات تدخلي في مرحله الاكل، تحطي البيبي برده في النص على ظهره وراسه مرفوعه، حبيبي اكلي براحتك، مش لازم تبقي قاعده عامله كده وقاعده عامله كده ومتضايقه من ظهرك ومتضايقه من رقبتك ومتضايقه من البيبي يفرفص منك. ليه يا امي كل الشغل ده؟ ما هو منتج واحد، بصي عملتي بيه كام حاجه. طيب تمام، البيبي اكل وشد حلو ومشي، خلاص بقى نركن مخده الرضاعه. نو يا امي، نو يا حبيبتي، دافعه فلوس تحلبي المخده. تعملي ايه؟ بتقعدي البيبي في النص، بتجيبي له مثلا حاجه ينقنقها برده كاكل لوحده، بقى يتعلم ياكل لوحده، بيلعب اوقات بيها. انا بنتي لحد النهارده بتلعب بمخده الرضاعه، اوقات يعني بتبقى عايزه تنام، عايزه تقعد، بتسند نفسها بيها يعني في القعاد، اوقات اصلا بتاخدها كلعبه تستخبى فيها تعمل فيها، فهي يعني تعمل فيها حاجات كتيره جدا. هتقعدي البيبي هتحسي بالامان برده على ظهره، هتساعديه يقعد لوحده، يحبي لوحده، ياكل الحمد لله وما يجرالوش حاجه. انت نفسك دراعك وظهرك ورقبتك كل ده انت في امان. فانت دفعتي فلوس، مش هقولك ما دفعتيش، لا دفعتي، وبعدين وفرتي ثمن كميه ادويه غير طبيعيه تاخديها قدام على عظمك، وكميه قلق غير طبيعي صرفتي برده ادويه ليه؟ عشان اعصابك حضرتك اتوترت من كتر ما البيبي انت مش حاسه بالامان في وجوده لوحده. فمامي انا هضحك عليكي؟ انا مامي قبلك وبقول لك المنتج ده مهم، مهم، ولو ما اشتريتوش مش هتعرفي تعيشي، لا هتعيشي عادي جدا. بس انا بقول لك سهلي على نفسك الحياه، طول ما عندك اوبشن ان انت تسهلي ما تسهلي. لو مش انت اللي هتدلعي، مين اللي يتدلع يا امي؟ قومي اتدلعي يلا.